وبما ان الاهلي عنده بكره ملحمه قدام بيراميدز، تعالوا مع بعض نحط التشكيل المتوقع للمباراه. بس سيب اللايك الجميل ونوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، وصلى على النبي ويلا بينا. بما ان الاهلي ماتشاته كلها مهمه وحياه او موت، ومفيش اي استعداد ان انت تخسر اي نقطه، فالماتشات دي مش هيكسبها لك مش لاعب حريف، يكون لاعب راجل بيغير على التيشيرت ويطلع 200% من مجهوده. ويستروب متعودين منه ان هو بيلعب بطريقه 4-2-3-1 مع مرونه في تحويلها لطريقه 4-3-3 مع الضغط المتقدم نسبيا. ويلا بينا على التشكيل. مصطفى شوبير في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم وياسين مرعي قلبين خط دفاع، وناحيه اليمين محمد هاني، وناحيه الشمال هيكون كوكا في ظل اصابه يوسف بالعمري. والمفاجاه هنا في نص الملعب هيلعب بمروان عطيه وجنبه بن رمضان، وهيلعب قدامهم كصانع لعب امام عاشور، وناحيه الشمال محمود حسن تريزيجيه، وناحيه اليمين هيكون احمد السيد زيزو، ومهاجم وحيد محمد شريف. ولولا ايقاف حسين الشحات كنت هقول لك ان حسين الشحات يلعب على احمد السيد زيزو. ده التشكيل من وجهه نظري. مستني تعديلك في التشكيل. بالتوفيق بال11 لاعب ايا كان اللي موجودين بكره، وان شاء الله المكسب يكون من نصيبنا. ولو مش متابعني تابعني عشان يوصل لك كل جديد للنادي الاهلي والكوره عموما.